غارة إنجليزية وإصرار الطواحين وأمريكا وويلز حبايب. هذا ملخص اليوم الثاني من مونديال قطر. شهد اليوم الثاني من مونديال قطر 3 مباريات. المباراة الأولى كانت بين إنجلترا وإيران، حيث قست إنجلترا على إيران ب6 أهداف مقابل هدفين واحتلت صدارة المجموعة. وفي نفس المجموعة الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب ويلز حبايب، وتعادلوا بهدف لكل منهما بمباراة مثيرة، واحتلوا المركز الثاني والثالث، وتركوا إيران بالمركز الأخير. أما منتخب الطواحين فعانت أمام بطل أفريقيا منتخب السنغال، لكن بخبرتهم وإصرارهم قدروا يسجلون هدفين بالدقائق الأخيرة ويتقاسمون الصدارة مع الإكوادور. مباريات مرتقبة في اليوم الثالث من المونديال. في الساعة 1 ظهرا منتخب السعودية يواجه أصحاب ميسي منتخب الأرجنتين. أما المباراة الثانية في الساعة 4 مساء بين منتخب الدنمارك وتونس. وفي 7 مساء من هذا اليوم المكسيك وبولندا في تحدي صعب. والمباراة الأخيرة لهذا اليوم ستكون بين الديك الفرنسي والكنغر الأسترالي في الساعة 10 مساء. مونديال جميل ومشاهدة ممتعة، أشوفكم باكر.